تعالى اوريكم ازاي بقضي يوم الاجازه بتاعي بعد اسبوع شغل كامل هنا في فرنسا. اول حاجه بعملها بعد ما اصحى من النوم اني بنام تاني. مفيش كام دقيقه وصحيت غسلت اسناني واتوضيت وصليت الصبح الحمد لله. بعدين قلت افطر حاجه خفيفه، لكن اكتشفت ان ما عنديش عيش في البيت، علشان كده رحت المخبز اللي جنبي جبت رغيفين باجيت. فطار النهارده كان خفيف وكان عباره عن باجيت فيه زبده وشوكولاته وعسل ومعاهم شويه لبن. خلصت الحمد لله، وبعدين قلت الحق اشتري كام حاجه ناقصني قبل ما الماركت يقفل، وده لان اغلب السوبر ماركت بيشتغلوا يوم الحد نص يوم وبيقفلوا الساعه 12. دخلت وجبت اول حاجه جزر وسعر الكيلو 2 يورو. شكل البتنجان كان طازه وجميل جدا ما شاء الله، فاخدت واحده. كمان الخيار ده مسعر بالقطعه وسعر الخيار الواحده يورو، فاخدت واحده. طبعا ما ينفعش اعدي من قصاد الطماطم المغربيه من غير ما اشتري، وسبحان الله اخترت سله وطلع فيها 6 حبات. مش عارف هل دي صدفه ولا قصد. وعلشان ما اطولش عليكم جبت ليمون وتفاح وبطيخ وموز وخوخ وجبنه وعصير ورز وكام حاجه، ودول سعرهم عمل في الاخر حوالي 50 يورو. خلصت وحطيت كل حاجه في الشنطه وربطتها كويس على العجله، ووصلت البيت رتبت كل حاجه في الثلاجه زي ما انتم شايفين. ودلوقتي بقت الساعه 12 الظهر، وده مع الدرس القران بتاعي بتاع كل يوم حد مع شيخ المسجد اللي جنبي ربنا يحفظه. كالعاده اخدت العجله بتاعتي على السريع علشان ما اتاخرش، ومفيش حوالي 3 دقايق بالظبط كنت وصلت المسجد الحمد لله. المهم انتظرت شويه واخيرا جه دوري بعد حوالي ساعه انتظار، ودخلت سمعت المقرر الحمد لله. خلصت وصليت الظهر، وبعد كده خرجت رحت على اقرب مجزره حلال جنب البيت، وكنت حابب اكل لحم خروف الصراحه. خلصت وانا مروح قلت اجيب ميه بالمره من جنب البيت، وده لان ناس كتير بتقول ان ميه الحنفيه هنا مش كويسه. مش عارف هل ده صح ولا لا. روحت البيت غسلت اللحمه كويس وجهزتها، جهزت الخضار والتوابل اللي بحبها، وفي حله سخنه على النار وضعتها. يا سلام على السجع. المهم حطيت كله على بعضه ومعاهم نقطه زيت زيتون لاني بحبه، وقفلت عليهم الحله ياخدوا تشويحه على السريع شويه، ونزلت عليهم بميه سخنه، وكده اللحمه المفروض تاخد وقتها اللي ما بين نص ساعه و40 دقيقه. حله تانية على السريع وهعمل فيها الرز، ولكن هغسله الاول مرتين، وبعد كده هحطه في الحله وانزل عليهم بميه سخنه واظبط الملح بتاعه وحته زبده صغيره، وهقفل عليه الغطا واسيبه ياخد وقته من 10 ل 15 دقيقه. قبل ما اوريكم الشكل النهائي للاكل تعالوا نستغل الوقت ونروح مغسله الهدوم اللي جنب البيت، نحط الهدوم تتغسل في الغساله واسيبهم يتغسلوا ونرجع ناكل، وبعدين ارجع اشيلهم واحطهم في المنشفه ينشفوا لمده نص ساعه. روحت البيت جهزت الاكل بعد ما استوى، وانا من النوع الصراحه اللي ما بحبش اقف كتير في المطبخ، علشان كده بعمل الحاجه السهله اللي بحبها من غير تعقيد وعلى السريع. الاكل ما شاء الله كان خفيف جدا وطعمه بجد ولا اروع. خلصت اكل الحمد لله، وقبل ما اريح لي ساعه قلت اطمن على العيله في مصر قبل ما الجو يليل ويتاخر عندهم، والحمد لله انهم بخير. دعواتكم لوالدتي ان ربنا يشفيها ويعافيها، ربنا يحفظ اهالينا جميعا. نمت ساعتين تقريبا وصحيت معدتي خفيفه شويه علشان اقدر اختم اليوم قبل النوم بشويه رياضه خفيفه، ودي من العادات اللي بدات احافظ عليها من فتره قصيره، وهي ان اجري 3 او 4 ايام في الاسبوع لمده ساعه على الاقل بعد الشغل، ودي الصراحه بتفرق جدا في نفسيتي. اسف لو طولت عليكم، حبيت اشارككم لحظات سريعه من حياتي اليوميه. يا ريت لو تقدر تنصحني بحاجه ممكن تفرق للاحسن في حياتي، او نصيحه تقدمها لي ما تتاخرش. تابعوني واستنوني في فيديو جديد. كان معاكم محمد غطاس من هنا من باريس، وسلام.